يا حبيبي أنه في مشهد من المشاهد، عوض اللي هو ابن الشيخ طفاح يقوم باغتصاب نورية. بدي أي كلمة قوموا. تمام، الكلمة أمس اديت كلمة وحضروني، كانوا يحضروني أسبوع، خليها على الله بس. كني أفتجع من أي كلمة فيها كين كان انا انظر لمده اسبوع، الحين باقي لي 4 ايام. هذا حساب ثاني. اي، حسابي الاحتياطي. ماشي، شدي أي كلمة يعني. فجاء طفاح بيهددني انه اذا اعترف اعترفت شفيقة باللي حصل، حنقرح راس هذا اسمه جعفر. كان اسمه الشدي ولا كلمة فيها. فهددون انهم تمام يشرقوني. تمام. ايوه. فمن الحبل في حلقي، وعلى اساس ايش يصوروا مشهد. مهم. فقال شوف يا شوتر، لو ان شفيقة تعترف عن نخرج جعفر. م? وانا ما دخلني. فالمهم طرحوا كذا وخلاص كذا، وطرحوا الكرسي والامور اقلع راسي اقلع راسي. واثناء التصوير خلصت البطاريه حق الكاميرا، نفس الدبور. قالوا يلا سير ادوا البطاريه. فقال قلنا على نهايه المشهد خليك يا جعفر زي ما انت، على اساس لا نعيد من جديد، على اساس لا تتغير الحركات، خليك طيب يلا تمام. وصاروا يدوا البطاريه من السكن بعيد شويه، وانا جالس في بقعتي فوق الكرسي وتعبت ويدي مربطه ورا. انتبهت. سمير قحطان لما بسر المشهد هذا قال والله ما يوقع صوره جنب علي الحجوري وهو هكذا روعه، صوره توقع متميزه. فطلع جنبي فوق الكرسي، مع طلعته اكتفد الكرسي. قول له. تمام، اكتفد الكرسي. وذيك طاهش مدري طامش اللي كان صلح الحبل، صلح حبل. مشرقه. ايوه، طيبة نفس لانه كان يصلحه شويه ويطيح شويه ويطيح. قال يا اخي ما يقع ابو شيء، خلينا نفعل له مشنقه سوا. ايوه. انا لما طحت اختنقت. يا جماعه خارجوني وهؤلاء يبصروا المشهد اللي قدامي يضحكوا، قصدي اني ازبج. وانا قدني خلاص، حرام بالله اني ذكرت صدام حسين في ذيك اللحظات. بعدين ما عاد قدرت اقول له اني قد قاعد اموت. ابعد يدي وربطوني ورا ربطه بطيبه نفس. ما فيش. حسيت خلاص الهواء بدا ينقطع. وسبيتها بيت سبه يا حبيبي، سبه من هولك اللي ما يديهاش. علي الحجوري ليش هم انصدموا؟ لان علي الحجوري ما يديش هذه الالفاظ ابدا. فلما سمعوا السبه قالوا في شيء. الرجال بيختنق، حسوا اني خلاص يجي يفك كل هذا، وانا خلاص انتهيت. خلاص شبه مغمى علي. بدا الهواء يتنفس. ايش في يعني خلاص. طبعا خلاص بالقوه كملت المشهد، وشويه لقد بدا يطلع خط اسود في رقبتي من اثار الموقف. اوه. قلت جن يعني، كنت شيء قرح راسي في المسلسل. يعني يسموني شهيد الفن.